نحاول أن نتفهم وحدود الاستفادة من تطورات رفعت التكنولوجيا في الاتصال والمعلومات. المحور الثاني تأثير التكنولوجيا على سلوكيات العمل الإعلامي. المحور الثالث الجوانب الإيجابية والسلبية للتكنولوجيا الاتصال. المحور الرابع الإجابة عن المساوئ الإدارية أو الإمكانية إحلال وسائل الإعلام الإلكترونية محل التقليدية. أولا المحور الأول الذي يكون حول صناعة الإعلام وحدود الاستفادة من التطورات الراهنة في مجال تكنولوجيا المعلومات وتوضيح التغير الجوهري الذي شهدته الصحافة التكنولوجية من ظل التطور في طور المعلومات، حيث هناك تغير المنهج التقليدي الطبيعي في بيئة العمل الصحفي الذي يعتمد على الاتجاه الخطي للمعلومات المعلومة المتاحة للمعلومات عبر الصحف إلى المؤسسة الصحفية ثم إلى وسيلة الاتصال ومنها إلى الجمهور، وبينما يعتمد النظام الإلكتروني على المنهج الخطي بحيث لا يكون الاتصال في مسار ارسال المعلومة من المحرر إلى الجمهور وحدود حالة التفاعل والتداخل. والنتائج المتأثرة على مؤسسات المنهج الحديث حيث أصبحنا داخل المؤسسات الإعلامية نمر دور العمل مختلفة، فهناك دورة جديدة للعمل الصحفي تختلف عن الدورة التقليدية إلى التحديات التي فرضها المسار الوسطي على المحللين بضرورة تعدد مهارات الصحف وتغير مناهج الدراسة والتدريب وتمدد الأعمال على الصحف، وأصبح دور العمل محدد كالامتلاك وكأنواع الخبرات ونصائح التحرير مخصصة مجموعة تصل من شخص إلى نفس الأشخاص من المحللين وعند الاعتماد على الوسيلة الإلكترونية تصبح دور التحرير أصبح التحرير ممتاز بالقبول الجديدة ولم تتناول عبر الشبكة. وعن هذا الكتاب عدد من الآراء أو الكتاب مرة واقعية، فيوجد رأي واضح في هذا الموضوع، وهناك رأي يقول إنها تنظم الرسوم على واقعية، ورأي آخر يرى أن الصحافة الإلكترونية مسألة واقعية تنتهي، وهناك رأي وسط الموقف يتم إحداث حالة من التكامل بينهم، وأن التحديات التي تواجه الصحافة موقعا سواء إلكترونية أو غير قبل الناس تشكل بين الصحافة الإلكترونية والتقليدية في هذه المرحلة، ويقوم النشر والأعلام والدعاء بشكل متعادل بينهم. والله يختلف الصحافة الإلكترونية ووضعها على التقليدية في هذه المرحلة، والصحافة وركب عن الاتصال بالتوثيق وتغير وجود القرار، ورغم ذلك لا يعد انتصار للصحافة الإلكترونية لأنها تفعل جزء وليس كل معاني الإعلانات والتوثيق بالنسبة للصحف الورقية. والتطورات التي في مجال الإعلام يجعلنا ننطق الرفع عن الإعلام الخطير، لذلك يمكن القول أن الوضع الأقرب للواقع هو حدوث تقارب بين الإلكترون والورق وليس صراع بينهم، فمن ناحية الصراع تظهر فرصة لصراع الاحتفاظ بالولاء الحقيقة الورقية بالإضافة للتعايش بين الإلكترون والورق مما يفضل بفصل الإلكترون والتقرب إلى الورق. وهناك نموذج للحقيقة الإلكترونية الجمية يسمى جدا اليوم يشارك في تحريرات طلاب جامعات جدة صدق الشيخ منصور الثلاثي يشارك في تحرير أكثر من 450 طالب، وتهدف إلى نشر أقوال جدة
تعليميه او ثقافيه او رياضيه يشارك في تقاطعات او مطلقه اعلامي لطلبه المحافظات الثالثه في السنه. شكرا. شكرا للطالب الجميل.